كان يوم اسود طبعا. وكان عندنا الجون حسن نصر مجنون، كان يطلع يغزل الفراوده. فقلت له قبل الماتش لو انت طلعت من جونك هغيرك في ثانيه، فاهم؟ قال لي حضرتك. لقيته في نص الملعب بيغزل ايمن منصور، وايمن خدها وراح على الجون. قلت له ازيك يا حسن؟ ما شفتوش من زمان من 45 دقيقه. طبعا الحكايات كتير وفي حكايات قبيحه، بس انا شايف ان في ستات هنا فمش هينفع بقى. حصل ايه؟ الشيخ حنيده بتوع اسماعيليه هنا طلعنا للشيخ حنيده احنا وكسبنا الاسماعيلي. كان بقالنا 20 سنه بنتغلب. المهم سيد متولي قبل الماتش قال لي ممكن احضر المحاضره؟ قلت له اتفضل. فانا قلت للعيبه بقالنا 20 سنه بنيجي نتغلب هنا، انتوا ما عندكمش كرامه، انتوا مش بني ادمين، انتوا ما قلتش حاجه. نزلنا كسبنا 2. تخيل الماتش اللي بعده الزمالك قعدت اشرح ساعتين كلنا 2. قلت له لا انا بشرح غلط، ما بشرحش صح بقى. انا سعيد ان انا شفتكم النهارده وشفت وجوه جميله، وانا بحب المنصوره وبحب الاهلاويه واحب اسكندريه العظام ودمياط وناس في بلاد تانية جت. ده انتوا لميتوا لنا الدنيا يا جماعه. ايه لا ما ينفعش بجد. ايه يخرب بيتك المحله. برافو عليك. يا حماده اتكلم. اقول ايه؟ لا قول انت. اولاني بنرحب بلاعيبه الكره القدام، وخاصه النهارده انا شفت كابتن عبده سليم، كابتن علي العطوي، ودول برضو الجيل الذهبي للنادي المصري، وعوض الحارثي طبعا. بس لابس عمه كده ولابس حاجات ما عرفتوش والله. مين؟ كابتن محمد السباعي فين؟ زعيم التعليق والراجل المحترم اللي رفع راسنا دايما. تعالى. طبعا في ناس كتير جم، وانوس بنشكره وبنشكر اسماعيليه ورجالتها، وجعفر عزب طبعا اللي قرفني كل يوم في مصر. والاتنين لواءات هنا جامدين قوي، يسري عماره وطارق عمار. انتوا قرايب ولا ايه؟ عماره وعمار قرايب وكابتن عبود الخضري طبعا، وولادي بقى اينو ومصطفى ابو الدهب والوشاحي ونظمي زميلنا وحبايبنا، والسقا الدولي اللي نسيت اقول اسمه في التلفزيون وهيمسك فيا كلب. يا حماده حبيبي. طبعا كابتن محمد السباعي المعلق العظيم. وطبعا مشرفنا الناقد الرياضي الجميل محمود محرم، مدير البروتوكول بتاعي. انا ولا انت؟ انت جميل، منورنا النهارده ومنور بورسعيد والله. بنفتخر بيك كمعلق من المعلقين الكبار في مصر والله. عاوز تقول له